أهلا وسهلا بيكم يا أصحاب. أنا سعيد إنكم هنا معايا في الكورس ده اللي بنتكلم فيه عن أساسيات الحاسوب والحماية الإلكترونية. النهاردة هنتكلم عن حاجة بسيطة جدا في شكلها بس خطيرة جدا في تأثيرها، وده هو الباسورد أو كلمة المرور. كتير منكم ممكن يقول أيوة أنا عارف الباسورد إيه ده، طب بس هل اخترته صح؟ هل هو فعلا بيحميك ولا بتستخدم اسمك أو تاريخ ميلادك؟ في الفيديو ده هنتكلم بالتفصيل الممل وهنشرح ازاي تختار باسورد قوي يحمي حساباتك وبياناتك من اي حد يحاول يوصل لها. خلي بالك معايا كويس لان المعلومات دي ممكن تنقذك يوم من الايام. بداية، الجزء الاول، ليه الباسورد القوي مهم اصلا؟ ليه لازم نهتم بالباسورد؟ تخيل معايا إنك عندك بيت وبتقفله بقفل بلاستيك من التافهين، طبعاً أي حد يقدر يكسره في ثانية. نفس الفكرة بالظبط بتنطبق على الباسورد الضعيف. الهاكرز يعني المخترقين بيستخدموا برامج متطورة جداً بتجرب ملايين الكلمات في الثانية الواحدة عشان يوصلوا لباسوردك. لو باسوردك كان 123456 أو باسورد، وده للأسف من أكتر الباسوردات شيوعاً في العالم، البرنامج ده هيكسره في أقل من ثانية واحدة. لما حد بيخترق حسابك ممكن يوصل لإيميلاتك، صورك، بياناتك البنكية، وكمان ممكن يتكلم باسمك مع ناس تانية. الموضوع مش بس خسرت حساب، الموضوع ممكن يبقى مشكلة قانونية أو مالية كبيرة جدا. إحصائيات بتقول إن أكتر من 80% من عمليات الاختراق بتحصل بسبب باسوردات ضعيفة أو مسروقة. يعني الحل في إيدك أنت، وبيبدأ من الخطوة البسيطة دي، إنك تختار باسورد قوي وصح. الجزء الثاني، خصائص الباسورد القوي. إيه اللي بيخلي الباسورد قوي؟ الباسورد القوي بيتميز بكذا حاجة مهمة لازم تعرفها كويس. أول حاجة هي الطول. كلما الباسورد أطول كلما بقى أصعب في الاختراق. الحد الأدنى المقبول هو 12 حرف، بس المثالي إنه يكون 16 حرف أو أكتر. تاني حاجة هي التنوع. الباسورد القوي لازم يحتوي على حروف كبيرة A, B, C، حروف صغيرة A, B, C، أرقام 1، 2، 3، رموز خاصة، علامة التعجب، شباك، دولار. لما بتجمع الأربعة دول مع بعض في باسورد طويل بتعمل تركيبة صعبة جدا على أي برنامج اختراق إنه يكسرها. ثالث حاجة مهمة جدا هي إن الباسورد ما يكونش كلمة موجودة في القاموس. البرامج دي بتجرب كل كلمات القاموس أوتوماتيك، يعني لو باسوردك سانشاين أو فوتبول ده مش قوي خالص حتى لو حسه صعب. الجزء الثالث، الأخطاء الشائعة اللي لازم تتجنبها. الغلطات اللي بنعملها كلنا من غير ما نحس، وده بيخلي حساباتنا في خطر. أول غلطة هي استخدام معلومات شخصية زي اسمك، تاريخ ميلادك، اسم أهلك أو رقم موبايلك. الناس اللي بتعرفك بتعرف المعلومات دي ومش صعب يجربوها. تاني غلطة هي استخدام نفس الباسورد في أكتر من موقع. كتير مننا بيعمل كده عشان مش عايز ينسى، بس لو موقع واحد اتخرق والباسورد اتسرب كل حساباتك التانية بقت في خطر. تالت غلطة هي عدم تغيير الباسورد بانتظام. حتى لو باسوردك قوي من الكويس إنك تغيره كل شهرين أو 3. رابع غلطة وخطيرة جدا هي كتابة الباسورد على ورقة أو في ملف عادي على الكمبيوتر. لو حد وصل للورقة دي أو الملف ده خلص، كل حاجة اتكشفت. في طرق أحسن بكتير لحفظ الباسوردات هنتكلم عنها بعد شوية. الجزء الرابع، إزاي تعمل باسورد قوي وتفتكره؟ الطريقة السهلة عشان تعمل باسورد لا تنساه. في طريقة حلوة جدا اسمها الباس فريز أو جملة المرور. الفكرة إنك بدل ما تفكر في كلمة واحدة بتفكر في جملة كاملة. مثلا أنا بحب الشاي بالنعناع جدا. خد الحروف الأولى من كل كلمة مع الأرقام والرموز وهيبقى ALH3NI. الطريقة دي بتخليك تعمل باسورد قوي وفي نفس الوقت تقدر تتذكره لأنه مرتبط بجملة في دماغك. في كمان برامج إدارة الباسوردات زي LastPass أو Bitwarden. دي برامج بتحفظ كل باسوردات كمشفرة وآمنة وبتقدر توصل لها بباسورد واحد قوي، وده بيحل مشكلة إنك تحفظ باسوردات كتير مختلفة. طبعاً لازم كمان تفعل التحقق بخطوتين 2FA على حساباتك، وده معناه إنه حتى لو حد عرف باسوردك مش هيقدر يدخل من غير ما يوصل له كود على موبايلك. الجزء الخامس، أدوات وتطبيقات تساعدك. أفضل الأدوات المجانية لحماية باسوردك. في أدوات رائعة ومجانية بتساعدك تحمي نفسك وتدير باسوردات بشكل احترافي. أول حاجة Bitwarden، ده برنامج مجاني ومفتوح المصدر لإدارة الباسوردات. بيشتغل على كل الأجهزة ومتاح على الموبايل والكمبيوتر. تاني أداة موقع haveibeenpwned.com،
بتدخل إيميلك وبيقولك لو بياناتك اتسربت في أي اختراق قبل كده. لو لقيت إيميلك فيه، غير الباسوردات لحساباتك فوراً. ثالث أداة هي مولد الباسوردات اللي موجود في معظم برامج إدارة الباسوردات. ده بيعمل باسورد قوي وعشوائي في ثانية واحدة. ولا تنسى إن تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام جزء أساسي من الحماية، لأن التحديثات بتسد الثغرات الأمان المعروفة. يا صحاب، الأمان الرقمي مش رفاهية، ده ضرورة في عالمنا اللي بقى فيه كل حاجة أونلاين. الباسورد القوي هو أول خط دفاع عن بياناتك وخصوصيتك. خلاصة الكلام في نقط بسيطة. أول حاجة، باسورد طويل 12 حرف على الأقل، متنوع، أرقام، رموز، حروف كبيرة وصغيرة، مختلف لكل حساب، مش معلومات شخصية. فعل التحقق بخطوتين دايماً. لو الفيديو ده أفادك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك باقي دروس الكورس، وشاركه مع أي حد محتاج يعرف المعلومات دي.